سلام خوتي ومرحبا بكم في قناة الجي ريفيو. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف وهو أفضل مجالات العمل على الإنترنت في الجزائر سنة 2025. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد أول بأول. مجال الإنترنت راهو يتطور عندنا بقوة والفرص كاينين، غير اللي يخدم ويثابر راح يلقى النتيجة. أول مجال نبدأ به هو التجارة الإلكترونية. هذا المجال راهو في قمة التطور في الجزائر. ناس بزاف ولا تشري من الانترنت والبيع عن طريق الفيسبوك والإنستغرام وحتى التيك توك راهو خدام بقوة. وانت كمبتدئ تقدر تبدأ من دارك حير منتوجات بسيطة وتعرضهم وتخدم بالإعلانات الممولة ولا حتى بالتسويق المجاني. ثاني مجال هو الفريلانس أو العمل الحر عبر منصات عالمية كما فايفر وأبورك ولا حتى منصات جزائرية. الفريلانس يخليك تخدم بخدماتك الخاصة، يعني إذا تعرف التصميم ولا البرمجة ولا الترجمة ولا المونتاج تقدر تبيع خدمتك للناس داخل وخارج الجزائر والدخل تاعو يقدر يكون كبير. ثالث مجال هو صناعة المحتوى على اليوتيوب والتيك توك. هذا المجال راهو الأكثر انتشار، الناس كامل راهي يقولات تتابع الفيديوهات والمحتوى الجزائري ولا مطلوب بزاف، سواء ترفيهي تعليمي ولا حتى تقني. تقدر تبدأ بكاميرا تليفونك وتخدم محتوى يكون مميز، مع الوقت تبدأ تربح من الإعلانات ومن الشراكات. رابع مجال هو الدروب شيبينج والتسويق بالعمولة. هنا ما تحتاج تكون عندك سلع ولا مخزن، غير تختار منتوجات وتخدم إعلانات لها والشركات تتكفل بالباقي. وهذه الخدمة راهي تخدم عندنا مع منصات محلية كما سوقلي واللي سهل بزاف على الشباب. خامس مجال هو البرمجة وتطوير المواقع والتطبيقات. هذا المجال من أغنى المجالات في العالم كامل والجزائر ماشي استثناء. الطلب على مطورين مواقع ومبرمجين تزايد بزاف. تقدر تبدأ تتعلم وحدك من الانترنت ومن بعد تولي تخدم مشاريع كبيرة وتخدم بالدولار. سادس مجال هو التسويق الرقمي. هذه مهنة المستقبل. كل شركة، كل مشروع صغير ولا كبير يحتاج واحد يسير له الحملات الإعلانية، يسير له الصفحات على السوشيال ميديا ويزيد له المبيعات. إذا تعلمت التسويق الرقمي مليح تولي عندك فرص ما تتسماش. سابع مجال هو الطباعة حسب الطلب والأوتومايزد برودكت. هذا تقدر تخدمه من دارك، تدير ديزاينات على تيشيرتات، كابات، أكسسوارات وتعرضهم عبر مواقع عالمية ومن بعد الناس تشري والأرباح توصلك بلا ما تكون عندك سلعة في الدار. ثامن مجال هو الاستثمار في الكريبتو والبلوك تشين. رغم أنه فيه مخاطر، بصح بزاف شباب في الجزائر ولاو يدرسوا المجال ويتعلموا يقدروا يحققوا أرباح مليحة إذا كانوا فاهمين اللعبة ومشوا بالقوانين. تاسع مجال هو التعليم عبر الإنترنت، الكورسات والدورات التكوينية. هنا إذا عندك خبرة في أي مجال تقدر تحطها في كورس وتبيعه عبر منصات عالمية وحتى محلية. بزاف ناس تحب تتعلم عن بعد والمجال هذا رح يكبر أكثر في الجزائر. 10 مجال هو الذكاء الاصطناعي واستعمالاته راهو المستقبل. كاين شباب جزائريين بداو يخدموا بالذكاء الاصطناعي في مجالات كما المونتاج، الكتابة، خدمة الصور وحتى برمجة البوتات. هذا المجال يقدر يعطي فرص خيالية في السنين الجاية. وهكذا نكون عرضت لكم أفضل 10 مجالات للعمل على الإنترنت في الجزائر سنة 2025. كل مجال عنده فرصته وكل واحد يقدر يلقى بلاصته إذا يخدم ويتعلم وما يملش. ما تنسوش يا خوتي قبل ما تسكروا الفيديو ديروا اشتراك في قناة الجي ريفيو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد وشاركوا الفيديو مع أصحابكم. خليوا الكومنتير تاعكم وش هو المجال اللي عجبكم أكثر، والسلام عليكم.